السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة شهوات نجاة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الملوي بلا فينو وبلا سميدة. غادي نحضروه بأقل تكلفة. هاد الملوي كيجي زوين، كيجي مورق. وقبل ما ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، إلا كنتو أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش دعمونا بالضغط على الزر الأحمر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. كما كتلاحظوا في الإناء عندي فيه 3 ديال الزلايف من الدقيق الأبيض أو الدقيق الناعم النوعية الجيدة، عبرت 3 ديال الزلايف من الدقيق الأبيض وزلفة ديال الفينو. دائما كنغلب الدقيق الأبيض على فينو. هنايا فينو كما كتلاحظوا ما غاديش نستعمل فينو اصفر، خديت فينو الابيض، الثمن ديالو 5 ديال الدراهم، يعني الثمن ديالو رخيص وبيه باش كيخدموا الملوي ديال الزنقه او المسمن ديال الزنقه. ما كيخدموش بفينو لانه الثمن ديالو غالي. هذا كما قلت لكم 5 ديال الدراهم. اما الدقيق الفينو الاصفر كيدير 12 ديال الدراهم، او الثمن كيختلف من المدينه للمدينه. هنايا خديت شويه ديال الخميره معجونه او الخميره حبيبات، كنديروا كميه قليله بزاف. هاد الكميه اللي شفتوا معايا في الصيف كنقسموها على جوج، اما في البرد كنديروها كامله. ودرت نصف معلقه كبيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السكر. خديت هنايا الماء عادي من الروبيني، وكندير فيه شويه ديال الزعفران او ملون غذائي. اللي باغي اللون يجيه صفر بحال الا دار فيه الفينو الاصفر يدير الزعفران، اللي باغيه ابيض كيبقى لكم الاختيار. انا وريتكم الطريقه باش كيخدموا المسمن او الملوي ديال الزنقه. هذه هي الطريقه، لانها ما يمكنش يخدموا فينو والثمن ديالو غالي بزاف. كما لاحظتوا درت غير شويه ديال الزعفران في الماء وجربت شويه ديال الدقيق باش ما يجينيش اللون ديالو صفر بزاف. الا لقيتوا اللون ديال ديك الكميه اللي جربتوا فيها اللون ديالها صفر بزاف، نقصوا من الكميه ديال الماء وزيدوا فيه الماء عادي باش ما يجيكمش اللون ديالو معيق بزاف. وكنجمعوا وحنا كنزيدوا في داك الماء تدريجيا غير شويه بشويه. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو اللون اللي تحصلت عليه، ماشي شي لون اللي هو صفر بزاف، كيبان بحال الا درتو فيه فعلا فينو اصفر. من بعد ما كنجمعها ما كندلكهاش بزاف، غير كنجمعها كيتخلط لينا داك الطحين، وكندهنها بشويه ديال الزيت ما كنكثرش، وغادي نديرها في شي بلاستيكه وغادي نسد عليها. غادي نخليها ترتاح. شحال ما ارتاحت شحال ما كتجيكم ديك العجينه مدلوكه مزيان. انا خليتها تقريبا شي 2 ديال السوايع، لانها كنوض في الصباح وكنعجنها كنخليها في البلاستيكه وكنمشي كنقضي شغالاتي حتى كنكون مساليه وكنجي كنكورها. كندهن واحد الصينيه بالزيت. هانتوما كما كتشوفوا العجينه كتجينا مدلوكه مزيان بحال الا دلكناها وحنا ما دلكناهاش. صافي كنجمعها بهذه الطريقه. ما كندهنش السطح العمل بالزيت باش مني نكورها ما تحلش ليا، كتجمع بسهوله. انا قسمتها على 8 ديال الكويرات. بالنسبه للحجم ديروا الحجم اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للزلافه باش عبرت اي زلافه عندكم عبرتوا بها الدقيق الابيض عبروا بها الدقيق الفينو. صافي من بعد ما كنكورهم غادي نحطهم في الصينيه حتى كنكورهم عاد كندهنهم بالزيت باش كيتسدوا مزيان. صافي من بعد ما دهنتهم بالزيت مزيان غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم يرتاحوا اما نصف ساعه او اكثر او اقل على حسب، غير يبان او تبان لكم العجينه صافي طلقات. صافي كنسرحوها. انا سرحتها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. بالنسبه للعجينه ضروري ما كنرقوها بزاف حتى كتبان لينا منها سطح العمل باش ينجح معكم هاد الملويه. بالنسبه للطقراس كنسرح العجينه اول حاجه في الزيت
عاد كندير الزبده في الوسط بهذه الطريقه، كندهن مزيان العجينه في الوسط بالزبده مخلطه مع شويه ديال الزيت باش كنخفوا داك الزبده باش ما كتبردش وكتعقد لينا. من بعد كنرشوا داك الدقيق الفينول الابيض ماشي الفينول الصفر، داك الفينول اللي درنا في العجينه هو باش كنرشوا، كنديروا الكميه ديال الزبده والفينو لا باس بها باش كيجينا مورق. انا خديت هاد القطعه هادي، يمكن لكم تستعملوا غير القطعه ديال البيتزا او لا تقطعوا بالموس. غادي نعاود ندير معكم وحده اخرى. هانتوما كما كتشوفوا كنرقوا العجينه مزيان، كنرشوا الزبده، كنديروا الكميه لا باس بها، كندهنوا العجينه كامله، ما كنخليو حتى شي بلاصه ما كتوصلهاش الزبده. وحتى داك الدقيق الفينو حتى هو غادي نديروا الكميه لا باس بها، ما كنديروش كميه قليله. هانتوما كتشوفوا الكميه اللي كنستعمل، يعني كنغطي الوجه ديال العجينه كامله وكنطويها على جوج بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وما تخافوش منها غير بهذه الطريقه. وكنقادوها، نعاودو نسرحوها غير واحد شويه باش تنقادوها. غادي ناخد الزبده مره اخرى، نديروا الكميه لا باس بها، وكنزيدوا فوق منها الدقيق الفينو. نتوما لاحظوا الكميه اللي كنستعمل. غادي نعاود نقطعها بهذه، الثمن ديالها كدير تقريبا شي 10 ديال الدراهم، موجودين في الاسواق. الا ما كانتش متوفره يمكن لكم تقطعوا غير بالسكين، يكون حاد عفوا، او لا القطعه ديال البيتزا. صافي كنجمعوا العجينه بهذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد غادي نشكلهم. كنحاول نجبد شويه العجينه، غير شويه ماشي بزاف، وكندهنها بشويه ديال الزبده اللي مخلطه مع شويه الزيت، وكندير ليهم هذه الطريقه باش كيجيونا مورقين مزيان. نعاود ندير معكم وحده اخرى. هانتوما كيفاش كنجبد شويه العجينه وكندهنها بشويه ديال الزيت مخلطه، او عفوا شويه ديال الزبده مخلطه مع شويه الزيت، ما كنكتروش من الزيت والزبده. صافي كنعاودو نديرو نفس الطريقه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. نفس الشيء كندهن بالزبده هي الاولى، كنحاول نجبد شويه العجينه وكنلويها بهذه الطريقه حتى كنوصل للوسط، وكناخذوا الدائره كنديرها فوق من دائره اخرى وكنضغط عليهم بهذا الشكل. صافي كنخليهم جانبا. بالنسبه للملوي باش يجيكم مورق مزيان، ماشي غير تساليو تشكلوه وتقرصوه مباشره، ضروري ما تخليوه يرتاح، خص مني تقرصوه ما يرجعش، تضغطوا عليه ما يرجعش، يطلق بسرعه وكيتقرص معكم بسرعه وما يعذبكمش. الا قرصتوه وهو باقي او باقا العجينه ما طلقات ما غاديش يجيكم مورق. صافي من بعد ما ساليت شكلتهم كاملين، خليتهم يرتاحوا تقريبا شي ربع ساعه او نصف ساعه على حسب العجينه نتوما كيفاش درتوها، واش قاصحه بزاف او لا خفيفه. من افضل العجينه المسمن خصها تكون قاصحه باش يجيكم المسمن او لا الملوي ناجح. الا كان خفيف ما غاديش ينجح معاكم. صافي هذه اخر وحده اللي غادي نشكل معكم. هانتوما كيفاش كتشوفوا ملي كنوصلوا للوسط كناخذوا الدائره كنحطها فوق من دائره اخرى. صافي من بعد ما خليته ارتاح غطيته بالبلاستيك خليته حتى كيرتاح، عاد غادي ندوز باش غادي نطيبو. من بعد ما خليتهم يرتاحوا دابا غادي نقرصهم. هانتوما كيفاش كنقرصهم وما كيرجعوش، والعجينه عندي مطلوقه. كنقرصهم فوق الومنيوم او لا ورق ديال الزبده باش كيسهل عليا نهزهم بسهوله وما كيضيعش ليا الشكل ديالهم. هنايا عندي المقله سخونه، انا طيبت في هذه المقله، هذه مقله شويه خفيفه، يمكن لكم طيبوه في المقله ثقيله لكن النار ما تكونش مجهده، النار تكون ناقصه. كنحطهم في المقله وكنرش فوق منهم غير شويه ديال الزيت، ما كنكثرش من الزيت، كندير كميه قليله. غادي نقلبهم
من افضل ما تخليوهمش بزاف حتى يتحمروا عاد كتقلبوهم غير كيشدوا راسهم. صافي كنقلبهم، مني كنقلبهم كنرش فوق منهم المره الثانيه الزيت، يعني جوج ديال المرات، المره الاولى ومني كنقلبهم كنرش فوق منهم الزيت المره الثانيه. ما تكتروش من الكميه ديال الزيت باش ما يجيوكمش عامرين بالزيت والزبده. صافي كنبقى كل مره كنقلب فيهم، دائما النار تكون مهيله، وكنبقى ندور فيهم باش كيطيبوا على خاطرهم وكيطيبوا من جميع الجهات. هانتوما كيفاش كيجينا مورق. مني كان نطيب فيهم كنحاول نضغط عليهم باش كيتحلوا. صافي هانتوما كما كتشوفوا كنقلبهم وكنرش فوق منهم شويه ديال الزيت. صافي هذه هي الكميه اللي كندير ليهم، ما كنكثرش بزاف من الزيت. كنحاولوا مني كنطيبوا فيهم نديروا ليهم هذه الطريقه، نضغطوا عليهم باش كيتحلوا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، حتى كيشدوا راسهم كيبانوا لينا صافي بداو كيطيبوا. عاد كنديروا ليهم هذه الطريقه. هانتوما كيفاش كيجي مورق مزيان. وصافي كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندنا كامله، وغادي نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما طابوا، كيجيونا على هذا الشكل، كيجيو مورقين. هانتوما الوراق كلهم معزولين. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وكنشكركم على المتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.